السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. نبدأ النهاردة حلقتنا بخبر جميل جديد، استمرارا لقصة التعاقد مع النجوم في السعودية قبل أيام قليلة من انتهاء القيد. فما احنا عارفين ان القيد هيقفل تقريبا 30/9 في العالم كله، والأندية خلاص هتبقى اللي عمل صفقات عمل واللي انتقل. فطبعا عندنا الأسباني سيرخيو راموس قيصر أوروبا وأفضل مدافع في العالم سنوات كتيرة، ومش محتاج أتكلم عن راموس الفترة الأخيرة بالذات مع ريال مدريد عمل إيه. يمكن السنتين بتوع باريس سان جيرمان ما حققش اللي هو عاوزه، والدنيا كانت مكسرة شوية معاه، لكن هيبقى أسطورة، هيبقى نجم كبير، هيبقى هداف كبير رغم انه مدافع. يعني تقريبا ما كانش بيخاف من اي مهاجم في العالم باستثناء الصراحة رونالدينيو، امهر من لمس كرة القدم. يعني انا كنت اشوف راموس لما كان يخش على رونالدينيو كان يقفل رجليه قبل ما يخش. فدي كل القصة، يعني ان الوحيد اللي ارعب سيرخيو راموس هو البرازيلي ورونالدينيو. ف باستثناء كده اوقف كل المهاجمين كلهم. عارفين في الكلاسيكو كان بيعمل ايه مع سواريز وميسي ومحمد صلاح وغيرهم، كلنا فاكرين. طيب المهم، يعني الراجل حيران ما بين تركيا والسعوديه. خلاص انتهى عقده مع باريس وهو لاعب حر، يعني مش هينتقل بفلوس عاليه ولا ب 200 مليون ولا ب 180 ولا الكلام دوت زي قصه صلاح اللي لسه مستمره. دي هعمل لكم حلقه ليها لوحدها، عشان الناس اللي مثلا اتكلمت في التعليقات في الفيديو اللي فاتت ان بجيب كلام وخلاص او حديث وخلاص. لا، انا بالتاريخ قلت بنزيما راح السعوديه من قبل ما ينتقل راح اتحاد جده. بالتاريخ قلت نيمار هيروح السعوديه راح، ونزلت لكم في فيديو نيمار الثاني على قناتي هنا، نزلت لكم بالسكرينات ان يمكن مش هقول انا اول واحد قال، انا العظمه لله، لكن من ضمن الناس الاوائل اللي قالوا نيمار رايح السعوديه وراح الهلال، وجبت لكم بالارقام. لان انا بعيدا عن هزار التيك توك وفيديوهات التيك توك اللي بقلد فيها اللاعبين وبتعجبكم، انا شغال صحفي كوره في مصر في مكان كبير، بس ربنا يكرمني بالتعيين، لسه ما تعينتش، دعواتكم. فلما بجيب الخبر بيبقى فيه فعلا قصه فيه. فنرجع لموضوعنا. الكلام على راموس انه ممكن يروح السعوديه. الانديه اللي هتعرض على راموس اذا فكر يروح السعوديه النصر والهلال، عفوا النصر والاهلي. الهلال معاهم كولوبالي تقريبا، كولوبالي مش في الهلال، في الهلال تقريبا. فالكلام على النصر والاهلي. حد يخطف سيرخيو راموس، خصوصا انه هيروح بالمجان لان عقده خلص مع باريس السنتين اللي زي عقدهم مع باريس زي ما قلت لكم، وما حصلش فيهم حاجه يعني. ميسي وراموس ما عملوش حاجه لباريس كبيره يعني. الدوري الفرنسي بياخدوا كل سنه فاخدوا، حتى السنتين بتوع ميسي وراموس خدهم بصعوبه. عفوا انا قلت ميسي ورونالدو، لكن انا اقصد ميسي وراموس لما راحوا باريس خدوه بصعوبه، مش بارتياح او ارتياحيه. فطبعا القصه وما فيها زي ما قلت لكم ان الاثنين دول ما عملوش حاجه لباريس. الكلام بالنسبه لراموس مش فلوس، يعني هو عاوز المكان اللي اسرته هترتاح فيه اكتر. جالاتا سراي، يعني زي ما قلنا النصر والاهلي دخلوا فيه من ناحيه السعوديه، جالاتا سراي تركي دخل في راموس. كلها مفاوضات غير رسميه، عشان الناس اللي بتحب الدقه في الاخبار، لا هي مفاوضات غير رسميه لسه. لكن النقطه فين؟ راموس بيشوف فريق يكون فيه اصدقاء قدام. يعني لو راح النصر معاه كريستيانو صديق قديم وصديق عزيز. لو راح الاتحاد اللي انا لابس قميصه وبحبه هيبقى معاه كريم بنزيما، علاقة قديمة وقصة حب ولسه سايبه من فترة قريبة من سنتين. الأهلي
ما اعتقدش ان في حد في الاهلي صديق راموس. فيرمينيو بعيد، مندي بعيد، رياض محرز بعيد، مفيش حد في الاهلي يمكن صديق راموس. لكن عصر الاحتراف عادي يعني، هروح والعب مع اي حد واصاحبهم وزاملهم. ما هو كان زميل كريستيانو بيضرب ميسي، اصبح زميل ميسي وممكن يضرب حد من مدريد لو لعبه وهو في باريس. فكرة القدم فيها احتراف. تمام. فدي اخر الاخبار. في خبر كده محزن على كريم بنزيما، انا لما شفته استغربت ازاي نونو سانتوس المدرب البرتغالي بيفكر كده. طالع في تصريح بيقول لك كريم بنزيما لا يناسب خطتي ولاعب غير مثالي في خطتي. يا راجل ازاي كريم بنزيما يناسب اي خطه؟ مهاجم بيعمل كل حاجه في كره القدم، ازاي تقول عليه كده؟ انت لسه جربته؟ وطبعا بنزيما رد عليه، قال لك انه اتكلم مع المفوض السعودي بتاعي، قال له ان نونو سانتوس بيتعامل بطريقه غير احترافيه معايا، مش مقدرني. شرط الكابتنه المفروض انا اخدها، فسانتوس اداها لرومارينيو البرازيلي. فمش عاجبني الصراحه العلاقه اللي عاملها سانتوس مع بنزيما. لا، بنزيما لعيب كبير يليق على اي خطه. عايز مهاجم هداف بالراس شغال، مهاجم محطه يستنى المهاجمين يطلعوا او زمايله شغال، عايز واحد بيشوط ار2 من بعيد وقريب شغال، واحد ياخد فاولات شغال، واحد ياخد بلينات شغال، واحد خبره في الاوساط الصعبه شغال. بنزيما ملوش عيوب، يعني بنزيما ملوش عيوب. متكلمش على مهاجم صغير في السن او في الخبره، لا ده بنزيما يا سانتوس. بعدين انت واخده ايه؟ بطل اوروبا وبطل كره ذهبيه في عصر ميسي وكريستيانو. ف يعني اتمنى سانتوس يراجع نفسه، انا مدرب بحبه بس اتمنى يراجع نفسه، لان كده واحد فيهم هيمشي. وطبعا هيبقى هو سانتوس، بنزيما لسه جاي. معلش مع احترامي لسانتوس، نجوميه بنزيما قد سانتوس كم مره، قولوا انتوا بقى. اتمنى اشوفكم على خير في الحلقه اللي جايه، وبشكركم على حسن المتابعه يا رجاله. اتمنى تقولوا لي رايكم في الكومنتات. بحترم النقد المحترم وبحترم التحفيز بتاعكم. بشكركم جدا يا شباب.